دلوقتي احنا عملنا سمارت كونتراكت عبارة عن جيم، لعبة تخمين. اللعبة ديت ان اي حد يقدر يستدعي الفانكشن ديت ويخمن الرقم الصحيح. بيتم تحويل كل الايثيريوم اللي موجود في السمارت كونتراكت دوت الى الاكونت بتاعه. مهمتنا ان احنا المهمة الاولى ان احنا نعمل كومبايل وديبلوي السمارت كونتراكت دوت على شبكة السيبوليا تيست نت. والمهمة التانية اللي احنا نكتب سمارت كونتراكت يقدر يهاجم السمارت كونتراكت دوت ويسحب الايثيريوم اللي موجود فيه. خلينا نركز في المهمه الاولى. ازاي انت بعد ما تكتب سمارت كونتراكت انت بتحتاج تعمل ليه حاجتين: كومبايل عشان تتاكد من الكود بتاعك ما فيهوش فيه اي مشاكل او فيه اي اخطاء، وديبلوي انك بتنشر السمارت كونتراكت بتاعك على شبكه بلوك تشين. فعشان نعمل كومبايل هنا في فاوندري بنستخدم امرين. اول امر اسمه فورج كومبايل. هتلاقي هنا بيقول لك ان الكومبايلر ران سكسسفول ومديك الفيرجن اللي اشتغل عليها 0.8.28 ودي اخر فيرجن ستيبل. وفي نفس الوقت هتلاقيه هنا في ملف اسمه اوت ظهر. الملف ده بيبقى فيه بيانات عن السمارت كونتراكت. هتلاقي مكتوب اسم السمارت كونتراكت الخاص بينا جيم دوت اس او ال، وهتلاقي فيه ملف جيسون. الملفات ديت بيبقى فيها كل المعلومات عن السمارت كونتراكت الخاص بينا، الاي بي اي والبايت كود. وفي نفس الوقت بيبقى فيه المعلومات اللي هو انا استدعيت الفانكشن دي امتى، عملت كومبايل امتى، ومعلومات من هذا القبيل. عندنا الامر الثاني اللي هو فورج بيلد. ودوت تمام برضه عمل كومبايل مفيش اي مشاكل. طب افرض انا مثلا عملت كومبايل وعملت ديبلوي على شبكه مثلا الايثيريوم، وبعدين كنت عايز اجرب الموضوع دوت على شبكه سولانا، او انا عايز ارجع في كلامي في الموضوع ده كله، فبعمل حاجه اسمها فورج كلين. هتلاقي هنا ان هو حذف ملف الاوت، وفي نفس الوقت رجع لك السمارت كونتراكت بتاعك انك تبدا من جديد. ودي في حاله انك جربت اوامر كتير وحسيت ان في مشاكل معاك وعايز تبدا من الاول. وعندنا الامر كلير دي تبع اوامر لينكس. عندي مشكله هنا لما اجي اعمل فورج كومبايل، لو في مثلا كذا سمارت كونتراكت موجود في الفولدرات دي كلها بيعمل لها كومبايل كلهم. يعني انا لو عندي فولدر في التست دوت سمارت كونتراكت او في السكريبت سمارت كونتراكت هيعمل ليهم كومبايل. حتى لو عندي في الاس ار سي بس 10 سمارت كونتراكت هيعمل لهم كلهم كومبايل. طب انا عاوز اعمل كومبايل لسمارت كونتراكت واحد، هقول له فورج كومبايل واحدد له مسار السمارت كونتراكت. هقول له في الفولدر اللي هو اس ار سي واسمه السمارت كونتراكت جيم دوت اس او ال. بكده هو هيعمل كومبايل للسمارت كونتراكت دوت بس. تمام، عمل كومبايل مفيش اي مشاكل، وهتلاقي ملف الاوت هنا ظهر. يبقى كده الجزء الاول من المهمه بتاعتنا اللي هو مرحله الكومبايل تمام خلص مفيش اي مشاكل. تاني حاجه عندنا عايزين نعمل ديبلوي. وعشان تعمل سمارت كونتراكت ديبلوي على اي شبكه ايثيريوم او اي شبكه بلوك تشين عموما في الدنيا كلها، انت محتاج حاجتين. اول حاجه الاكونت اللي هيكون مالك السمارت كونتراكت دوت واللي يقدر يعمل ليه ديبلوي. فاول حاجه هنا محتاج اكونت. نعمل كومنتات نسجل الحاجات بتاعتنا. فانا محتاج اكونت، والاكونت دوت هحتاج منه ايه؟ هحتاج منه البرايفت كي طبعا. وتاني حاجه محتاجينها الار بي سي. ايه اختصار الار بي سي دوت ببساطه؟ انت لو فاكر ان انا في المحاضره اللي فاتت ان قلنا ديت النودز اللي شغاله على شبكه البلوك تشين. فانت عشان تشتغل مباشر على شبكه البلوك تشين مثلا الايثيريوم محتاج تنزل البلوك تشين الخاص بالايثيريوم ويكون عندك كل الداتا زي جميع النودز ديت. والداتا ديت بتبقى عباره ممكن تلاقي الملف فوق ال 200 300 جيجا. فالموضوع بيبقى فيه مشاكل او مرهق بالنسبه لك. فاحنا بنستخدم زي ما بنقول كده كوبري او شركات تانية عندها النودز ديت. انا ببعت للنودز ديت من خلال لينك اسمه الار بي سي، بحيث انا بقول للنودز ديت انا عايزك تروح تستعلم لي عن الرصيد في العنوان دوت. فالنودز هو كده كده موجود في الشبكه فبيقدر يستعلم. او انا مثلا عايز ابعت ترانزاكشن معين فببعتها عن طريق النودز ديت كأن النودز دوت موجود عندي بس انا بوصله عن طريق يو ار ال. طيب ايه الشركات اللي بتقدم الخدمه ديت اللي هي بتقدم خدمه الار بي سي نود؟ في عندنا كذا شركه: انفيرا والكيمي وكذا شركه تانية والكويك نود. 4 شركات اهمت بيقدموا الخدمه ديت. احنا هنشتغل على الكيمي. هتعمل حساب في منصه الكيمي وهتروح على الابلكيشن وهتعمل. انا عندي هنا اهو سيبوليا عامل ليها الابلكيشن بتاعها. ولو رحت هنا على السيت اب هيديني النتورك يو ار ال.
هو دوت الار بي سي الخاص بيا اللي موجود، او النود الخاص بيا اللي هقدر ابعت واستقبل من عليه الترانزاكشن. فهاخد الار بي سي ده كوبي ونخليه معانا هنا. انت عشان تنشئ ار بي سي خاص بيك على الاولكيمي هتروح على ابلكيشن، تعمل كريت نيو ابلكيشن اسمه مثلا وليكن ويب 3 جي. هتستخدمه في ايه؟ قول له مثلا اي حاجه مش فارقه، انفيرا تولز مثلا. نيكست. هيقول لك اختار الشبكه، هنختار ايثيريوم. نيكست. كريت اب. هتلاقيه هنا جاب لك الواجهه او اسم الابلكيشن بتاعك الويب 3 اي جي. وهنا في الايثيريوم مش هتختار المنت، هتختار سيبوليا. هتلاقي هنا الكود بتاعك او الار بي سي الخاص بيك. تمام. فانا هنا هحذف التاني دوت عشان انا عندي الاولاني. ديليت. تمام، يبقى انت كده حضرت الار بي سي الخاص بيك. نيجي بقى على الاكونت، هتروح على الميتا ماسك وتفعل الشو تيست نت وتختار سيبوليا. انا عندي هنا كذا اكونت، محمود، احمد، وليد، حمزه. انت تقدر تضيف كذا اكونت من ايه ادد اكونت. وهنا انا شاحن مثلا محمود واحمد. قلنا بنجيب الايثيريوم دوت من اللي هو ايثيريوم سيبوليا فوسيت على جوجل كلاود. هتديهم عنوان المحفظه بتاعتك وهم بيبعتوا لك 0.5 كل يوم او كل 24 ساعه. تعمل الخطوه ديت بحيث انك تستقبل ايثيريوم من سيبوليا تقدر تعمل بيه تيست نت. انا هنا عملت الموضوع دوت، فعندي هنا ايه رصيد من سيبوليا ايثيريوم. طبعا دوت ايثيريوم مش حقيقي، فانا هشتغل بالاكونت محمود دوت. فانا محتاج البرايفت كي. اكونت ديتيلز. في الديتيلز هنا هتقول له شو برايفت كي. هيطلب منك الباسورد. هولد. هتلاقي هنا ظهر لك البرايفت كي الخاص بيك. طبعا الخطوه ديت مش او البرايفت كي دوت او محفظه الميتا ماسك اللي هتشتغل عليها في التست نت. اوعى تستخدمها في الايثيريوم الحقيقي، او اوعى تعمل شير للبرايفت كي بتاعك. حتى نعمل كوبي بس. حتى في لما نيجي نعمل ديبلوي احنا بيطلب منا البرايفت كي. فهنتعلم طريقه تكون اكثر امان، انك ما تشيرش فيها البرايفت كي على الفاضي والمليان، لان الموضوع دوت في السكيورتي خطر جدا. هنكتب هنا البرايفت كي. بس ده البرايفت كي بالاكونت الخاص بمحمود. الكلام دوت ممنوع، اوعى تعمل كده. الكلام دوت خطأ زي ما احنا بنقول. بس انا طبعا المحفظه ديت مش بستخدمها في اي حاجه غير للاغراض التعليميه. وفي نفس الوقت هتتعلم طريقه اكتر امان ازاي تعمل ديبلوي بالبرايفت كي بدون ما تشيره كتير. تعالى بقى نعمل ديبلوي. عندنا الامر اللي بيعمل ديبلوي اللي هو فورج كريت، وهتديله مسار السمارت كونتراكت. هو موجود في الاس ار سي اللي انت عايز تعمل له ديبلوي، واسمه جيم دوت اس او ال. وبعد كده نقطتين فوق بعض بتديله اسم السمارت كونتراكت من جوه اللي هو برضو جيم، لان ممكن الاسم دوت يكون مختلف عن ده، وممكن يكون في كذا سمارت كونتراكت موجودين هنا. بعد كده عشان تضيف الار بي سي بتاعك بتكتب كلمه داش داش ار بي سي داش يو ار ال، وهنديله الار بي سي الخاص بينا اللي احنا جبناه من سيبوليا. ده الار بي سي الخاص بسيبوليا. طب انا لو عايز اعمل الموضوع دوت على المين نت، هتجيب اكونت من على المين نت من ميتا ماسك، والار بي سي برضو الخاص بالمين نت من اولكيمي. هنقول بقى داش داش برايفت كي، برايفت داش كي، وهنديله البرايفت كي الخاص بينا. طيب السمارت كونتراكت الخاص بينا او اللي احنا عملناه دوت في داله اسمها كونستراكتور، والداله دي بايبل اللي هي بتستقبل ايثيريوم. فاحنا محتاجين زي ما بنقول كده نشحن الاكونت بتاعنا او السمارت كونتراكت
دوت بايثيريوم، عشان اللي يقدر يفوز هيقدر يسحب الايثيريوم الموجود في السمارت كونتراكت دوت. فبنستخدم داش داش فاليو، وهقول له مثلا عايز ادي له رصيد ايثيريوم قد ايه، اقول له مثلا 0.01 ايثر. خلي بالك الرقم هنا لازق في الايثر. اعمل بقى انتر. هنا هو دلوقتي عمل ديبلوي، بيقول لك ان الكود بتاعك مفيش مشاكل وهيعمل له ديبلوي، وان ديبلوي من كذا لكذا. بس في حاجه بقول لك عليها، انك انت ما عملتش برودكاست للترانزاكشن ديت. انت كده بتتاكد ان الترانزاكشن بتاعتك سليمه، وان الكوماند لاين اللي انت كتبته سليم. بس عشان تنشر او تعمل ديبلوي على سيبوليا لازم تستخدم في الاخر داش داش برودكاست. نقول له ماشي مفيش مشاكل، داش داش برودكاست. برودكاست برودكاست او اي. ننتظر لحظة. تمام كده مفيش أي مشاكل. بقول لك اهوت إن هو عمل ديبلوي، والديبلوير أو الأكونت اللي عمل ديبلوير هو الأكونت دوت. والسمارت كونتراكت تم إنشاء سمارت كونتراكت بالعنوان دوت ديبلوير 2، والهاش بتاعه هو ده. هناخد الحاجات دي كوبي عشان ممكن نعوزها بعدين، وخليها هنا. هنكتب هنا الجيم كونتراكت. طب تعالى ناخد عنوان السمارت كونتراكت اللي تم انشاؤه، ونشوف الايثر سكان الخاص بسيبوليا. نقول سيبوليا ايثر سكان. هنا الادرس بتاع الاكونت بتاع السمارت كونتراكت اللي تم انشاؤه. تمام اهو، بقول لك ان في تم انشاء ادرس كونتراكت بالعنوان دوت، والادرس دوت فيه 1 من 100 اثيريوم. لو تفتكر داش داش فاليو 1 من 100 اثيريوم. واللي عمل اللي انشا او الكونتراكت كريتور هو الادرس ده اللي اخره دي 3 اف. لو رحت على الميتا ماسك هتلاقي برضو محمود، الاكونت اللي باسم محمود الادرس بتاعه اخره دي 3 اف. يبقى كده احنا عملنا المهمه الاولى. قدرت تعمل كومبايل للسمارت كونتراكت وتعمل ليه ديبلوي. الامر الكبير دوت اللي انت شايفه اللي هو فورج كريت اس ار سي داش داش ار بي سي، ممكن انت تكون مستصعب الامور دلوقتي او مش فاهم الامور بشكل واضح. فانت اتفرج على الفيديو مره واتنين، وبعد كده اكتب كل الاوامر اللي في الفيديو ديت. حتى لو مش فاهمها اكتبها انت بنفسك. بعد كده اتفرج عليه مره بعد ما تكتب الاوامر ديت، هتلاقي ان الموضوع بالنسبه لك سهل. انا في البدايه برضو لما كنت بتابع حد او بشوف شرح لحد، لما الاقي كاتب امر كبير زي كده بقول هو ازاي بيكتبه بالسهوله ديت، او ازاي هو عارف الحاجات ديت. انت بمجرد ما تتعود مثلا تكتب سمارت كونتراكت 1 و2 و3، هتلاقي ان الموضوع دوت بسيط بالنسبه لك ومفيش فيه اي مشاكل. فاحنا دلوقتي نجحنا في المهمه الاولى، عملنا ديبلوي وكومبايل وديبلوي للسمارت كونتراكت على سيبوليا تستنت. المهمه الثانيه في المحاضره الثانيه نعمل سمارت كونتراكت يهاجم الجيم كونتراكت دوت ويسرق منه الواحد من 100 ايثيريوم.